إسلاميات عامة تقدم. من حديث السائب بن مالك رحمه الله قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه صلاة فأوجز فيها. صلى عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه صلاة خفيفة. قال السائب: ثم مضى. قالوا: يا أبا اليقظان، يا أبا اليقظان، خففت الصلاة. فنظر إليهم عمار بن ياسر وقال: أو خفيفة رأيتموها؟ قالوا: نعم. قال: أما إني والله لقد دعوت فيها بدعاء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. قال السائب: ثم مرا فتبعته. قلت: يا أبا اليقظان، وما هو هذا الدعاء؟ فعاد عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه إلى أصحابه ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت. اللهم وإني أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. تأملوا يا عباد الله كيف وصف النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى وجه الله الكريم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك الشوق إلى لقائك. لا إله إلا الله. تأملوا معاشر الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أعظم لذات الدنيا. قال: وأسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء الله عز وجل. يا عباد الله.